أنا عايش في بلاد ما فيها علماء. يعني لما أحضر الجمعة أسمع والحنفية تقول والملك، ما في علماء دين يفسروا. يعني لو ما كانش الانترنت باش يسمح لي نسمعك أو نسمع أمثالك إن شاء الله، يعني شو يمكن أعمل أنا وحدي؟ يعني كيف يمكن أن أتعلم و يعني معاش كان فهمت السؤال ولا؟ جيد. الآن تسمعني؟ يسمعونا؟ نعم اسمعوا. السلام عليكم. أخونا رفيق لعله يتكلم في سؤال من المنهج على أننا نحض على ترك الفروع والذهاب إلى الأصل والمنبع الأول، ويراد بكلامنا النبي عليه الصلاة والسلام ثم ما جاء به أصحابه. فأخونا بيقول كأنه يقول هذا إذا كان هذا مراد الشيخ في تأصيل المنهج، ثم نحن في بلاد ليس فيها علماء، فكيف نفعل؟ أو كان فيها من لا يتكلم في هذه الأصول إنما يبني دينه على قيل فلان وقيل فلان، فماذا نفعل؟ حقيقة والكلام للجميع أن الدين من أثمن وأقرب القربات عند الله، وأن الله يهب هذا الدين والإيمان لمن يحب. فإذا علمنا أن العبد لم يختر حين ولد ملته، إنما ابتلاه الله سواء كان مؤمنا أو كان كافرا، بالتالي فعليه أن يتم شكر هذه النعمة. فإذا كنت هديت بغير مسألة، يعني السائل أخونا رفيق لعله من أب وأم مسلمين، وهذا فضل عظيم من الله أن الله لم يكلفه عناء البحث عن دين أو عن الإسلام، فولد كما يقال منعما في هذا الدين. ثم وهذا هو الأصل العظيم، فإن كان الله أعطاك هذا الأصل العظيم من غير مسألة، فما يبقى بعده من هدايات الزائد في السؤال هذا أقل. فإذا كان أعطاك الأصل العظيم من غير مسألة فاسأل عما أردت من علم الدين. أما الحقيقة يعني أنا أقول هذا لأدفع الإخوة أن ينيبوا إلى ربهم كما ينيبون في الحوائج كلها طعاما وشفاء وغيره، أن ينيبوا في العلم، فيسأل الله أن يهديهم إلى أحسن العلم وأصوبه وأحقه لديه. أما العبد المكتفي ولا يرفع عينه إلى السماء ليسأل الله الهدى، ويرى العبد هذا أن الهدى فيما اطمأن إليه القلب من كتاب ما، هذا ليس هدى. فالأصل في العبد يعني أن لا ينقطع عن الإنابة والرجوع إلى الله، خاصة في دينه وأمره في الإيمان. فإن كنت أجبت بشيء من التفصيل أختم ب يعني بعدما تبين المنهج أنك حتى لو اضطررت أن تنظر في سؤال ما أو في مسألة ما، بات معك ميزان أخي، فمن حدثك عن الله ورسوله فهو ضالتك من العلم والعلماء، ومن قال لك برأيه وظنه وحلم رأسه فليس لك فيه شيء، فدعك منه. فإذا أردت أن تتعلم فسل الله أولا أن يهديك المسألة، فلن تلبث حتى تهدى إليها، إما أن يرفع أو يدفع إليك هدي، أو تدفع أنت إلى من يعلم هذه المسألة بأمر الله. أما أن يكتفي ويرتضي العبد ظنه وهواه وشهوته في عالم ما أو في كتاب ما، فهذا عين الضلالة. لعلي أجبت. السلام عليك أخي. إذا أجبتك يعني اكتب لنا بسؤال أو شيء لعلنا نضيف. الأخ كريم تفضل. نحن في هذا العصر، عصر الفتن، وعصر تموج فيه الفتن كما يموج فيه البحر. أود أن أسألك شيخنا الكريم عن حديث الدهيماء. فهل هذا الربيع الذي يسمى بالربيع العربي، هل هو ما ينطبق عليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه حديث دهيماء، أنها فتنة رابعة؟ إذا كنت تريد به فتنة الأحلاس والدهيماء،
هذا الحديث فيه كلام وفيه مقال أصلا، إنما أنا أخشى من إنزال الأحاديث الفتن على فتنة بعينها، حتى لا يعني لا ننزل هذا الحديث على عين حال أو مسألة إلا بما لا ريبة فيه. أما أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في الفتن فهي عامة، ويأخذ كل بقدرها ما يلزم. ثم العبد التقي المؤمن مجرد أن يظن أن هذا الحديث يتحدث عن هذه الفتنة، الأولى به أن يدع الريبة وأن يسارع إلى النجاة بنفسه. فالأحاديث الصحيحة في الفتن مدعاة، يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ويل للعرب من شر قد اقترب أفلح من كف يده. الحديث يتكلم عن العرب، ولاحظ أنه ما يجري بلاء تخصيصا. الحديث يتكلم عن بلاء في العرب، ثم قال أفلح من كف يده، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام يشير. فالحديث أحاديث الفتن على إذا كانت بسند صحيح، فالأصل أن يتعامل معها العبد المؤمن بالإحسان والورع، أي مجرد أنه يخشى أن يكون هذا الحديث في هذه الفتنة، فالأصل أن ينجو بنفسه. حديث أبي موسى الأشعري عن قتل المسلمين بعضهم بعضا قالوا وعقولنا معنا يومئذ، قال عليه الصلاة والسلام: إنه لتسلب عقول أهل ذلك الزمان حتى يخلف فيه هباء. هذا السند الحسن. الأصل أن يكون العبد التقي الورع، أن يقول لعلنا هذا الحديث فلننجو بأنفسنا. أما العبد الجريء على ربه وعلى دينه فيقول لا، لست أنا ولا هذا الحديث فينا، فبالتالي يقع في الفتن وهو لا يعلم. أما الأصل كما قال عليه الصلاة والسلام، وبينا في هذا في تسجيل: أن دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن كان حلالا بينا فلن يختلف عليه أحد، وإن كان حراما بينا فلن يختلف عليه أحد، لأن هذه الفتن بعضهم قال فيها ما قال وبعضهم خالفه، بالتالي ليست بينا لا من الحلال ولا من الحرام، فليعاجل العبد إلى النجاة بنفسه. أما فتنة تفصيل الدهيماء وفتنة الأحلاس والدخن، حقيقة يعني بعد كلام في سند الحديث لم أجد فيها ما يمكن العبد أن ينزله على حال معين بعينه ثم يدين الله به. هذا هو أخي. الآن لو تكلمت كل ما يسمعون. أمين أخي تفضل. ثم قبل أن أبدأ مع أمين، أي أخ أجبته يكتب لنا ماذا حصل، سواء تم له الجواب أم بقي له شيء في المسألة حتى نتم. تفضل أخي أمين. أخي أمين، عندك مشكلة في الصوت. أخي أمين أصلحها وبعد ذلك تكلم. أخي رفيق لك المايك. رفيق قاعد، تفضل أخي. يعني المجتمع اللي أنا عايش فيه مثلا في تونس صعب أنك، يعني أنا مثلا لما أتكلم مع أصحابي ولا بين لهم أنه ما في ثورة ما في ربيع، يعني بالعكس باب بلاء انفتح، يعني الصعوبية أنه يعني أصبحت زي المجنون، أنا المجنون وهم اللي على صواب، فهمت يعني. وفي بعض الأحيان الإنسان يحس نفسه أنه يعني وحيد، يعني هو الإنسان يدور إلى الله ويسأل الله الهداية، ويسأل الله أن يسهل له العيش في هذا البلاء الذي نعيش فيه الآن. لكن حتى رجال الدين، يعني لما أذهب إلى صلاة الجمعة أخرج أفرغ من اللي دخلت عليه، يعني مخي فارغ. يعني إمام الجمعة يدعو اللهم الحمد لله باللي صار في سوريا، اللهم افتح جبهة الأردن، يعني هذا نوع من الدعاء اللي نسمعه في الجمعة. يعني يمكن أن تعطينا، لا أعرف كيف، يعني هل عندك أنت تعرف مين في تونس عنده العلم اللي عندك؟ خلي نسألوه،
يعني من الصعب أنه يبقى ديما نسألك أنت، خاطر إلى حد الآن لم أجد شيخ مثلك، يعني الحمد لله اللي وجدتك وأني أتكلم معك. أخي رفيق، هذا الذي أحزنك هو في الحقيقة الأصل ما تشكر الله عليه، على اعتبار لعلك سمعتنا في بعض الدروس، في دروس البقرة تحديدا فصلنا في هذا، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن المسلمين في الكافرين كشعرة بيضاء في ثور أسود، ويبدو أن المحسنين في المسلمين كشعرة بيضاء في ثور أسود، على اعتبار أن مجموع الأمة ترحم برحمة الله. ولكن كما قال عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. ثم يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام عن آخر الزمان أنه تقوم به طائفة، لا يزال هذا الدين قائما بطائفة كما كان يتكلم، والطائفة أخي تبدأ من الواحد، فهذا الدين في أي لحظة ما قد يضعف ويفر عنه أهله وبنوه. الآن وجب عليك أن تحمد الله. إذا رأيت الناس الآن كأنهم صم بكم عمي وأنت تسمع وترى، هذه مدعاة أخي أن تحمد الله حمدا كثيرا على ما صرف عنك وتولاك وهداك. ثم كما قال الله لنبيه لا تذهب نفسك عليهم حسرات لعلك باخع نفسك على آثارهم، فأنت اصبر وصابر وبلغ وأمر بالمعروف بإحسان بمعروف، ثم سل الله الهداية للمسلمين جميعا. وأضيف لكل سامع الآن أن أخي هديت يوم هديت أولا برحمة الله، ثم لعلك كنت محسنا وأنت لا تعلم. وهذا الإمام الجامع إمام المسجد وأمثاله كثر. لما أضل أخي؟ يعني أنا أسأل جميع المسلمين وأبدأ بنفسي، كيف أضل هؤلاء؟ لو أنهم أسلفوا خيرا لنجاهم الله. الظاهر أن مناهجهم مهلهلة خائنة فيها ما فيها من الخلط والغش والدخن. بالتالي كما قال عليه الصلاة والسلام تعرض الفتن على القلوب كالحصير. هذا الشيخ وأمثاله أئمة المساجد تربوا على مخالفة السنن، فيوم وقعت البلية والفتنة صارت فيهم كعجل بني إسرائيل، أتاهم السامري بما يحبون وبما يشتهون. فلما كانوا يدعون السنن لما يحبون ولما يشتهون، الآن يرفع لهم عجلهم كما يحبون وكما يشتهون، فأن يفرون ويدعون. أما أنت أخي فكما قلت لك ولكل سامع احمدوا الله حمدا كثيرا، احمدوا الله حمدا كثيرا أنه اختاركم واصطفاكم ونجاكم. تبينت السنن كما أن المسلمين في الكافرين شعرة بيضاء في ثور أسود. أزعم أن المسلمين الذين يتبعون السنن كشعرة بيضاء في ثور أسود في المسلمين. ومن لم يصدق فلينظر حوله وليرقب بيان السنن وجلاءها، وكم عليها من الناس وكم تركها من الناس. السلام عليكم. من يريد من الإخوة أن يتكلم فليرفع يده لكي يعطي الحق له أن يتكلم، ولكن الشيخ يتكلم الآن. أشيروا من أراد يتكلم فليشير لنا. الآن نعيد بعاجل. الآن بحمد الله ما مات عليه الصلاة والسلام يوم مات إلا وقد بين الله به ما وجب أن يتبين، وأتم الله به الحجج والعذرة. فبالتالي يا أخوان فليرقب كل نفسه، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، عليكم أنفسكم. واحمدوا الله، الله أنزل على نبيه قال لا تذهب نفسك عليهم حسرات. صدقوني أن الناس ما فتنوا ولا وقعوا ولا تقبلوا في الفتن إلا بقسط الله، وأنهم كانوا قبل هذا أهل لهذه الفتنة أن يقعوا فيها، فمن نجا منها فبرحمة الله وعلى خير علمه الله فيه. فلا تذهبوا بحسرات أنفسكم عليهم، ثم سارعوا إلى أن ينفع أحدكم نفسه بطلب العلم من كتاب الله وحديث نبيه عليه الصلاة والسلام، ممسك بالوحي كتابا وسنة منيبا إلى الله أن يهديه رشده.
ثم لا يخشى على نفسه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استخلف الله علينا في الفتن كلها وفي أشدها في الدجال نفسه. فاحمد الله أن هداكم لما ضل به بين 1000 قوس علماء الأمة. الأخ أمين تفضل. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا شيخ وبكل الإخوة. شيخ، لكي لا أطيل عندي 3 أسئلة. تكلم أخي تكلم. السلام عليكم يا شيخ. قلت لك أنا وأخي نذهب إلى الجامعة، وجامعتنا مسافتها بينها وبين المنزل قرابة 30 كيلومتر، فهل نقصر يا شيخ؟ فلقد علمنا أحاديث 3 أميال. وسؤالي الثاني يا شيخ، ما هي المسافة التي تجب فيها لنا الذهاب إلى المسجد والصلاة في المسجد، علما بأن مسجدنا ليس قريبا جدا؟ وسؤالي الثالث يا شيخ هو كيف نتعامل مع أسماء الله؟ فقد كنا تعلمنا من قبل في الدروس التي كنا نتعلمها في العقيدة لا تمثيل ولا تكييف ولا تشبيه، وتعلمنا مقالة الإمام مالك رحمه الله أمروها كما جاءت. فالآن يا شيخ مع كل ما سمعت أريد أن أسمع قولتك في هذا توضيحا يا شيخ، وبارك الله فيك. السلام عليكم. أولا أبدأ بسؤالك الأول أخي عن القصر في الصلاة. القصر في الصلاة مسألة كما روى ونقل كثير من أهل العلم على رأسهم ابن المنذر، نقل في هذا زيادة على 20 رأيا، والأمر ليس كما شاع في الناس أو أريد أن يشاع في الناس على 16 فرسخا اللي هو تقريبا 81 كيلو الآن. هذا كله لا أصل له مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما الحديث الثابت عن نبي الله عليه الصلاة والسلام الذي رواه أنس قال كان عليه الصلاة والسلام إذا خرج 3 أميال صلى ركعتين. وبعض أهل العلم حمل الأمانة وصدق وقال أن هذا الحديث أصح وأصرح ما روي في المسألة. وأنا من كثير عجبي من العلماء والمشيخات إن كان هذا بهذه الصراحة وهذه الصراحة كيف خالفوه وصاروا إلى غير فرض الله ورسوله. فالجواب باختصار أن الرجل إذا خرج، وقول أنس كان إذا خرج، الأصل أن لا نتكلم أنه إذا خرج من المدينة أو خرج من الدولة، لأنه من أراد أن يوسع وسعنا معه. فإن قال خرج من المدينة قلنا له بل خرج من الدولة، ومن قال خرج من الدولة قلنا له خرج من القارة، ومن قال خرج من القارة قلنا خرج من الأرض كلها. فالأصل كان إذا خرج، فواضح أن الأصل مستقر النبي عليه الصلاة والسلام وهو مبيته وداره. فكان إذا خرج وأبعد عن داره 3 أميال عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين أي قصر الصلاة. ثم نضيف أن القصر ليس سنة ولا رخصة، بل القصر عزيمة الأنبياء والصديقين، كما ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال أنه سافر مع النبي ومع أبي بكر وعمر فلم يتموا صلاة في السفر قط، فمن خالف النبي كان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من رغب عن سنتي فليس مني. هذه واحدة. الثانية، أما الصلاة التي تجب على العبد في المسجد هي التي إذا سمع بها النداء. أما سمع النداء فيكون أن يؤذن المؤذن بصوته من غير آلة مضافة، وأن يسمع الرجل بأذنه من غير آلة مضافة. فإذا وقف رجل في مسجد فأذن بصوته، يعني بغير مكبر صوت ولا سماعة، فمن سمعه فقد وجبت عليه الصلاة. والأصل أن الصلاة في المسجد جماعة لمن سمع كحال هذا السامع أنها واجبة وليست سنة، ولكن بالشرط الذي قلت لك. الآن المساجد تستعمل لأذانها مكبرات، فبالتالي قد يصل المكبر إلى يعني الفرسخ أو يزيد. هذا لا يلزم السامع لأن هذا مما أحدث على الصوت. الثالثة في الأسماء، سؤالك عن الأسماء أخي، الأسماء من عظيم الدين أو من أصول هذا الدين. فكل أمرك كان أصلا أو
فرعا فيه فاجعله كما كان عند الأميين قبل أن يفطن لها مالك، رحم الله مالكا وغير مالك، الدين قبل أن يقول مالك. انظر كيف كان يفعل الصحابة. أخي أعطيك ميزانا، كل شيء لم يعمله الصحابة في هذا الدين فدعك منه. عامر الشعبي من التابعين، مالك ليس من التابعين. عامر جاءه من يجادله فيما يعني تعلم من الكلام، قال إذا أتوك به من عند أصحاب رسول الله فخذ به، وإلا فاطرحه في الحش. في مسألة العرش والاستواء والأسماء وغيرها، ولا سأتيك بالصفات وغيرها، كل هذه المسائل فتش عنها عند النبي وأصحابه، فإن وجدتها فاتبع ما كانوا عليه، وإن لم تجدها فهي البدعة. مجرد أنك لم تجدها فهي بدعة. أي سؤال أخي، أي سؤال سئل في دين الله عن الله تحديدا، يعني قد تسأل عن ناقة صالح، الناقة التي أرسلها الله إلى ثمود، قد تسأل عنها سؤالا ما في عمرها أو في هذا، فواضح أن إذا النبي لم يجب بالتالي ليس لأحد أن يجيب. أما الله تبارك اسمه فليس لك أن تسأل فيه ولا عنه أسئلة لم تسأل في الصحابة عند النبي عليه الصلاة والسلام. فمن سألك زيادة قل له هل سئل الصحابة أو سأل الصحابة هذا السؤال؟ فإن سألوا أخذنا بجوابهم، وإن سئلوا أخذنا بجوابهم. أما إذا تبين أنهم لم يسألوا ولم يسألوا في هذا، فبالتالي الكلام في هذا مظنة البدعة. هذه الكلمة اللي قلتها أنت أخي، مثلا العقيدة درستموها في العقيدة، هذا شاهد مثل لما نقول. لو فتشت في كلام النبي وأصحابه لا تجد شيئا اسمه العقيدة أبدا، ولكن المشيخات يحبون الزيادة في الدين والتنطع والتشدق. النبي أعلم منهم وأفصح وأبلغ، لم يقل بالعقيدة البتة، إنما كانت عند نبي الله وعند الأميين الإيمان والملة. فإذا أردت أن تبدأ فابدأ بهذه، دع عنك العقيدة، لأن النبي وأصحابه لم يستعملوا هذه الكلمة. فإذا حرت في نفسك أين أذهب بها، وقد قال العلماء فاعلم أنك من أتباع العلماء تارك للأنبياء. إذا أردت أن تتبع الأنبياء أخي فاتبعهم بالكلمة والخطوة والسنة والفريضة. ادخلوا في السلم كافة، هذا الدين كلمة. أول ما نزل فيه الكتاب يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا وقولوا، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، لا تزيدوا على كلام الله ولا على كلام رسوله. حياك الله أخي. إذا كان عندك سؤال اكتبه. أمة الرحمن، أمة الرحمن. السلام عليكم. الحمد لله يعني أن سخر لنا من علمك يا شيخ. عندي شغلة مهمة يعني بالنسبة لأخي، وكمان يعني كان يسمع محاضراتك جميعا وننتظرها في فارغ الصبر، ولكن عندما حدث مع هذه الثورات والفتن يعني كما تفضل أخي رفيق نفس المشكلة، وعندي أضيف حتى حدث يعني معي ومع أخي فرقة كبيرة. وهو يعني حتى الأسبوع الماضي تكلم معي كلام فض، وقال لي أن هذا الشيخ لا أريد يعني تقريبا بالأحرف أن تستمعي له. يعني أحب أن أسمع كلامك وأسمع يعني ما تحدثنا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فما تنصحني يا شيخ؟ جزاك الله عنا كل خير. السلام عليكم. أولا اكتبي لنا من أي البلاد أنت، بارك الله فيك، اكتبي أقرأ وأنا أسمع. أما عن ما جرى مع أخيك، أنا لست إلا متبعا وراء نبي عليه الصلاة والسلام. فإذا رأينا الناس في حين ما تخلوا عن الأنبياء وارتدوا عن الأنبياء فبالتالي هذا الكلام يقع مع من سار على سبيل الأنبياء. ولكن أنا أقول إن أخوك أو غير أخيك أتى ببرهان وآية عن الله ورسوله أهدى مما نحن فيه، فأنا أقول لك اتبعي أخاك.
وإن لم يأتي أخوك بآية ولم يأتي علماء المسلمين جميعا بآية عن الله ورسوله ترد ما أتيت به عن الله ورسوله فلا تصدقيهم، ليسوا على شيء وليسوا بشيء. كما قال جبريل في الصحيح: محمد عليه الصلاة وصلاح الدين ولا غير صلاح الدين، لا أنا ولا القرضاوي. القرضاوي وألف مثله عليهم أن يأتون ببينة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولو أن أمة الرحمن أتتنا بآية لم يأتنا بها القرضاوي لاتبعنا ما أتت به الأمة. فبالتالي أنا أقول لك إذا أخوك أغضب ووجد أن ما أقوله خلاف ما يشتهون فليس الدين بالتشهي ولا بالأماني، إن ديننا كله غيب. سل أخاك إنه يؤمن بالله ولم يره، ويؤمن بالجنة ولم يرها، والنار ولم يرها. فإذا كان صدق النبي في أشد من فتن الولاة والأمراء الآن يخالف في هذا، ثم سليه ما يقول في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا، والمعاهد لزم أن يكون كافرا، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. إذا صدق النبي سليه كيف الآن يطيع النبي في الكافر اللي هو المعاهد ولا يطيع في أحد المسلمين الفاسقين؟ خلينا نقول اللي هم كل ولاة المسلمين، نفترض كلهم فسقة وظلم ويجعلهم كفار، فبيكون حالهم حال المعاهدين. ولكن من جعل دينه هواه وظنه ورأيه كان كما قال الله: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. أنا أدعو لأخيك أن يهديه الله رشده، وادعو أنت له، وادعو لنفسك أن يتولى الله دينك وإيمانك وأن يربط على قلوب المسلمين، على اعتبار أن هذا لسه مقدمات من الدجال. فماذا يفعل أخوك إذا خرج الأعور الدجال؟ إذا فتن كهذه يتابعونها، فماذا يفعلون غدا إذا جاعوا وخرج لهم الدجال؟ أسأل الله أن يربط على قلوب المؤمنين وعلى قلوب المسلمين، وأن يجعل دينهم ما أنزل الله من الكتاب وما جاء به المرسلون. حفظك الله أختي. السلام عليكم. أخي رفيق تفضل. أخي رفيق تكلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شيخ، بخصوص صلاة الصبح وصلاة الفجر، الحمد لله أنا قريت توضيحاتك فيما يخص أنه صلاة الصبح تصلى في الليل قبل وقتها، والمغرب بعد غروب الشمس. لكن هناك مشكلة، يعني الضوء الاصطناعي ما يخليك تفرق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب، والغروب أيضا يعني بالبني والعمارات، يعني لا يمكن في بعض الأحيان رؤية الشمس. يعني شو يمكن الإنسان يعمل يعني كي يصلي كما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ السلام عليكم. واضح. أولا إذا بدأت الكلام لا تبدأ فتقول بسم الله الرحمن الرحيم، لأن الذي سيتكلم بسم الله هذا نبي. فإذا بدأت كلامك فقلت بسم الله فكأن الله أرسلك والله أمرك أن تتكلم. لا، أنت ابدأ بالحمد إذا أردت، أو ابدأ بالاستعانة بالله، فقول يعني الحمد لله وقول استعنا بالله. أما أن تبدأ بالبسملة هذه يبدأ بها الأنبياء، لا بأس عليك. اثنين، لا تقل آسف. الأسف من الغضب، هذا ليس كما يظن الناس، فلك أن تقول اعذرني. من الإنسان يقول آسف أو آسف هذا يعني أنني حزين، يعني أنا مغضب، وهذا يعني ليس من اللسان الفصيح. قول عذرا أو عفوا. أنا يعني أترخص معكم وأعلم أنكم لا تتأذون بهذه النصائح. الثانية، فيما سألت ماذا؟
فيما سألت فيما يخص الصلاة لعلنا نفصل، يعني أسجل لها تسجيلا مفصلا، ولكن أقول لك دعك من هذه قضية إنه الإضاءة، لا أبدا، الإضاءة لا تؤثر. فأنت مع وجود هذه الإضاءة المصطنعة ارقب العلامات التي تكلم عنها النبي عليه الصلاة والسلام حتى مع وجود هذه الإضاءة. واضح أخي؟ يعني لما تكلم النبي عن علامة الفجر أنه لا يكون فجرا حتى يستطير منتشرا معترضا كما أشار النبي بيديه، فأنت أرقب هذه العلامة وهذه الآية حتى مع وجود الكشافات والإضاءات. ما لم ترها فلا تقم فجرا، لا صلاة ولا طعاما. كذلك المغرب أخي، إذا كنت في أرض في بلد لا أو في محل لا ترى مغيب الشمس، فإذا تبين لك المغيب، أو التبين يكون مرة بالعين ومرة بالآية والعلامة، فإذا تبينت لك بالعلامات مغيب الشمس، والعلامات قد تكون إذا أنت كان ظهرك للمغرب فقد ترى العلامة على رؤوس الجبال التي في المشرق، أو على الدور والعمران الذي في المشرق، فإذا انجلت عنه الشمس فقد غربت الشمس ولو كنت لا ترى عينها. إنما أنا أقول لك في حديث لا بأس به عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خيار عباد الله الذين يرقبون الشمس والقمر والأظلة لذكر الله. فهذه المحدثات الساعة وغيرها لا بأس بها لو وافقت كلام النبي وسنن النبي، أما وقد تبين أنها مخالفة فدعك منها، ولا تشرع في صلاة ولا في منسك حتى تتبين وقته. يعني الناس بيقول لك الآن احتياط، طيب أنا بدي أقول لك احتياط، احتض فادخل الصلاة قبل وقتها بنصف ساعة احتياط حتى يعني تتثبت، فلا صلاة لك. الأصل لا تشرع في صلاة حتى يتبين لك، ودعك هذه الساعات وغيرها حقيقة يظن أنها ضابطة وليست بذلك بعدما تبين لنا. فلعلني أجبت. السلام عليكم. كريم تفضل. رفيق، خليني أسأل رفيق، أخي رفيق، إذا أجبتك أو بقي لك شيء في مسألة عمران أخينا عمران تفضل. بقي شيء واحد سؤال، يعني أن هذا الشيخ عمران حسين يعني لما قال مثلا أنه لما الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بقراءة سورة الكهف كل جمعة، وأن سورة الكهف من حفظها يمنع من فتنة الدجال، وفي نفس الوقت سورة الكهف تتحدث عن يأجوج ومأجوج، قال أنه هذه السورة يجب التعمق فيها لأن فيها كثير من العبر، كمثلا أصحاب الكهف، أي يعني العبرة أنه يجب على المسلم أن يبتعد عن الفتن، وبطريقة بالتعبير المجازي يأوى إلى الكهف، يبتعد ويخرج من الفتن مدن. أو مثلا عبرة سيدنا موسى عليه السلام عندما قابل خضر عليه السلام، العبر أنه رأى بعينيه في 3 مرات، يرى ويخطئ، يعني لا يرى الحقيقة، يعني كما يقولوها يرى ولكن ما يشوفش. يعني هل هناك شيء من الصح فيما يخص العبرة التي يمكن استخلاصها من سورة الكهف؟ جزاك الله خيرا. أولا يعني لعلي أجبتك في يأجوج ومأجوج، كنت أجبت فأشر لي. الثانية في كلامي عن سورة الكهف، أنا أظن والله أعلم أنه يعني كلام النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أدركه يريد الدجال فليقرأ عليه الفواتح من سورة الكهف. أما تخصيص قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، الحديث فيه في السند مقال، فلو فرضنا الصحة، النبي لما قال تكون له نورا وبصيرا، ثم النبي بحمد الله وبيان الله بين لنا فتنة الدجال صريحة. يعني عمران حسين أصاب بواحدة وأنا أحض الناس عليها من قبل واليوم وغد، أن يدعوا التعامل بهذه الأوراق المكذوبة
وأن يرجعوا إلى الدينار والذهبا وفضة. هذه شيء مهم جدا، والرجل يعني يشكر ويحمد على هذا الجهد، والأصل أن يتابع فيه. الثانية في سورة الكهف النبي عليه الصلاة والسلام فصل في الدجال كما قال: أقول لكم فيه قولا ما قاله نبي لقومه. ولعلني في دروس الدجال أنا فصلت فيها على الشبكة، وفي غيرها أنا فصلت في دروس الدجال، وأن فتنة الدجال صريحة بينة تكون في الطعام والشراب، لأنه هذا أعظم الأمر. ثمود لما هلكت بهذا، بالماء والطعام. إذا غضب الله على أمة جوعها. الدجال يرد كل منهل ماء، وأنه معه جبل من خبز ولحم ونهر، وفتنة الناس كلها على الطعام أصلا. فمن عرف أن الدجال سيأتي بهذا وعلم محل الطعام والرب في الكتاب فقد عرف الدجال وعرف كيف يواجه الدجال. فأنا أخشى أنه إذا أخونا عمران حسين نفسه لا يعرف محل الطعام في الإسلام ومكان الماء والطعام والرب وشرط الطعام والأمان، بالتالي هو نفسه لم يدرك بعد فتنة الدجال. فأنا إذا يعني لأحدكم معه واصلة فليرسل إليه بهذا، فيه إلا تسجيلات لعلي على الشبكة في بيان فتنة الدجال. أما حقيقة الاستمساك بالكتاب كله وبالآيات الفواتح من سورة الكهف شيء عظيم، ولكن تمام النعمة أن تعلم فتنة الدجال. فتنة الدجال في الماء والطعام. هذه. أخي كريم تفضل. السلام عليكم شيخ. بعض الأسئلة السريعة لا أطيل عليكم. هل السامري هو الدجال؟ سمعنا كثيرا عن هذا الحديث. هل السامري هو الدجال؟ وفي حديث للرسول صلى الله عليه وسلم يقول: غير الدجال أخوفني عليكم. ماذا أخاف الرسول صلى الله عليه وسلم على الأمة أكثر من الدجال؟ الثالث شيخ، في إحدى الدروس بينت لنا أن النبي أعلى من الرسول، كيف ذلك يا شيخ؟ شكرا. السلام عليكم. أنا أدركت من أسئلتك أخي كريم غير الدجال أخوف على أمتي، وأن النبي أعلى من الرسول. والثالثة أو الأولى كانت عن لا اكتب لي ماذا كان الأول أخي، أو أعطيك أنا تتكلم الآن. السامري يا شيخ، سألتك عن السامري، هل هو الدجال نفسه أم غير الدجال؟ نعم أخي، أرى والله أعلم أن السامري هو الدجال، ودرست في هذا من سنين خلت، وعندي يعني ما أدين لنفسي به من الأدلة أن السامري حقيقة هو الدجال، والله أعلم. الثانية، ويعني ليس هذا معرض الأدلة، في معرض ما نتكلم فيه، حديث النبي عليه الصلاة والسلام: غير الدجال أخوف على أمتي من الدجال. قال هو بين، قال: الأئمة المضلون. قال غير الدجال أخوف على أمتي من الدجال، هو بين قال: الأئمة المضلون، على اعتبار أن الدجال أعور، وأن الناس الأصل فيهم النفور من الدجال، ولكن الأئمة المضلون مستخفون ولا يكادون يستبينون للناس فيتابعهم الناس وهم لا يعلمون. أما الدجال إذا خرج مكتوب بين عينيه كافر وهو أعور، وسترى المسلمين فارين منه، ثم يتبعون الأئمة المضلين. فالأئمة المضلون يتكلمون بكتاب الله وكتاب رسوله ويلبسون على الناس بمثل هذا، وليسوا واحدا. والدجال كما علمنا ليس مسلما أصلا. أما الأئمة المضلون مسلمون، فيأتوننا بالشبه أشد مما يأتي به الدجال. ثم لما قلنا إن النبي أعلى من الرسول، لعلي أتركها لك أخي كتجربة تتبين فيها. ارجع إلى القرآن، استقصي وأحصي أين ذكر الله الرسول وأين ذكر النبي، ودع عنك أولا ما حملنا من قول الناس.
أو تعريف الرسول والنبي والفرق بين الرسول والنبي من الخطأ أن نتعلم خطأ ثم نؤمن به فنظن أنه حق كعين الشمس. دعك ما عرفت، كأنك الساعة تريد أن تعرف الفرق بين النبي والرسول، فانظر وقد تخليت عن كل ما تعلم في هذه المسألة، ثم انظر في القرآن أين يقول الله نبي وأين يقول رسول وفيما. إنما أزيدك أو أفتح لك بابا في هذا، أن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث البراء بن عازب لما علمه الدعاء قبل نومه قال النبي: قل آمنت بنبيك الذي أرسلت. فقال البراء: آمنت برسولك الذي أرسلت. فقال النبي: لا، يعني لاحظ النفي، بنبيك الذي أرسلت. فإذا كان الرسول يعني النبي، فالنبي ما نهى، إنما ليه نهى وأراد أن يقول النبي؟ هذه واحدة. فظاهر حرص النبي كان على النبوة أكثر، ويكفي أن تنظر في القرآن. الثانية أن الله قال، يعني لو جيت أسألك الآن من أعلى درجة، إبراهيم أم إسماعيل؟ إبراهيم لزاما أعلى درجة من إسماعيل. في سورة مريم قال الله عن إبراهيم: كان صديقا نبيا. قال عن إسماعيل: كان رسولا نبيا. فإذا قلنا أن الرسول أعلى، فواضح أنه هون إسماعيل أعلى من إبراهيم. فلما يعني تكلم الله في إبراهيم ما قالش أنه كان رسول. ولن تجد في القرآن تصريح هكذا أن إبراهيم كان رسولا، لن تجد. يعني إبراهيم دخل في المرسلين في الآيات العامة، إنما قال الله عن موسى: كان رسولا نبيا. قال عن إسماعيل: رسولا نبيا. قال عن يونس: رسول. أما إبراهيم ما صرح له بالرسالة البتة، وهو من هو في مكانة الدين. فإن كانت الرسالة كما علمنا أنه هي أكبر شيء، لما حجبت عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ لعلي أنا حقيقة إذا أذن الله في يوم ما نفصل في هذا بيانها بهداية الله وعلمه وولايته. إذا بقي لك شيء أخي اكتبه. سلمت. أشرف تكلم. السلام عليكم. سؤالي فقط، هل تمهد إلى فتنة الدجال؟ هل لها يعني ارتباط؟ سؤال فقط. أحسنت أخي أشرف. يعني أين محل الفرق بين قوسين الإسلامية؟ هذه الفرق أين محلها وعلقها مع الدجال؟ الدجال جاء يفسد على هذه الأمة دينها، كبيرها وصغيرها. ومن كبير دين هذه الأمة الجماعة واتباع النبي. والفرق جاءت تبطل هذا، تبطل الجماعة بالتفريق والتحزيب، وتبطل اتباع النبي باتباع شيوخها وأمرائها دون الله ورسوله. فأزعم أن حقيقة أن الفرق والأحزاب من غايات ومن مطالب ومن منافع الدجال. هديت أخي أشرف، السؤال في محله ويعنيني أن أجيب عليه، وأظن أنني أجبت. أمين تكلم، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. يا شيخ عندي بعض الأسئلة الأخرى. أول هذه الأسئلة يا شيخ: هل يوجد في صحيح بخاري ومسلم أحاديث ضعيفة؟ فقد تعلمنا أن كل أحاديثهم نأخذها وهي صحيحة، فأردت أن أسألك هذا السؤال. سؤالي الثاني: هل نخرج الزكاة عن الأموال النقدية نقدا، أو هل نستطيع أن نشتري شيئا ما بقيمة الزكاة الذي يجب علينا أن نخرجها ونعطيها إلى الفقير وإلى المحتاج؟ عندي سؤال ثالث يا شيخ. هنا عندنا في الجزائر يقولون على سبيل المثال، أعطيك مثال يا شيخ، عن التكبير يوم العيد، تكبير جماعة. عندما يسأل الإمام ويقال له بأن هذا بدعة، فالإمام يقول لا يوجد نص يمنعنا من ذلك. كيف نجيب، أو هل عنده الحق في ماذا يقول؟ وآخر سؤال يا شيخ هو عن ما يحدث الآن في بلاد العرب، وماذا نراه من نجاح كل الأحزاب الإسلامية في الانتخابات
ما تقول في هذا؟ وبارك الله فيك يا شيخ. السلام عليكم. أمين. السلام عليكم أخي أمين. أبدأ بالضعيف الذي في الصحيحين. الأصل في الصحيحين أو الأصل في كتب السنن على درجاتها، الأصل الصحة، الأصل الصحة، فكما ترتب بدرجاتها البخاري ثم مسلم ثم النسائي ثم أبو داود ثم الترمذي ثم ابن ماجه ثم ابن حبان، ثم إذا تكلمنا في الدارمي وأحمد والموطأ لها تفاصيلها. ولكن الكلام على ضعيف الصحيحين. ضعيف الصحيحين قليل معدود محصور يكاد يكون معلوما كله. يعني بعضهم تكلم على أحاديث لا تزيد على أصابع اليد، وبعضهم زادها إلى 10 أو إلى 20. في الحالتين إذا أحصاها وحصرها فهي قليلة، على اعتبار أن الأحاديث في صحيحي مسلم والبخاري الرجلان بارك الله فيهما وأحسن لهما جمع ما يزيد على 5000 حديث، فإذا كنت تتكلم عن عشرات فهذا شيء عظيم وهذا إحسان. ويعني وليس يعني لكل أحد أن يخالف إلا يأتي ببرهان. الدارقطني بارك الله فيه من أئمة هذا العلم كتب كتابه الإلزامات والتتبع، وتتبع فيه الصحيحين واستدرك عليهما، أصاب بعضا وأخطأ بعضا. والعلماء حقيقة علماء الحديث العدول منهم لا يتعصبون لا للبخاري ولا لمسلم، يتعصبون للحق. بالنهاية في مسلم أحاديث معدودة معلومة ضعفها، أحاديث أبي الزبير عن جابر، في يعني هذا محل أخذ ورد عند العلماء، منهم من يعني قبله ومنهم من قال هذا إرسال، وهذه مسألة خاصة في صحيح مسلم. ما سوى ذلك الأحاديث التي ضعفت قليلة جدا، وكذلك البخاري حتى في التعاليق التي في البخاري أو في يعني زوائد يعني شواذ من كلمات ما، كلها بإذن الله يعني أشبعت أخذا وردا، والله الهادي في هذا كله. فيعني إذا أردت لعلك لو بحثت في الشبكة عن الضعيف في صحيح البخاري ومسلم ستجد أنك تتكلم عن محصور معلوم معدود بجانب الآلاف التي جاهد الرجلان عليها. الثاني لا يدخل أنكم إذا يعني تتكلم على التكبير الجماعي، وإذا قيل للرجل أو للإمام هذا لم يفعله النبي قال لا يوجد نص في النهي، هذا دأب المضلين ودأب المبتدعين، يبحثون عن النصوص ليخرجوا من الدين، ويظنون أنه يعني أن الدين جاء لنبحث عما لم ننهى عنه، بل جاء النبي لنتبعه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالأصل سله أن نتبع النبي أم أن نبحث عما لم ينهى عنه في الدين. الأصل أن النبي جاء أسوة، ولا تكون أسوة إلا بالاتباع. فإذا أنت أحدثت تحت ذريعة أنك لم تنهى، هذا عمل المبتدعين. إذا أطاق العبد أن يعمل بعمل النبي فقد أحسن، أما أن يبحث عما لم ينهى عنه، وهل أتم ما أمر به حتى يبحث عما لم ينهى عنه. وأنا كنت أضرب مثلا أبطل لهم ما هم فيه، كنت أنهاهم ولا زلت أن يعملوا بما يسمونه التوقيت الميلادي، على اعتبار أنه هذا توقيت غير المسلمين أي الكافرين. فكانوا يقولون صحيح أن التوقيت القمري أو الهجري هو الحق، ولكن لم ننهى. فأرد عليهم بهذا: نعم، نحن الآن المسلمون نؤذن بالصلاة كما تعلمون، ولم ننهى أن نؤذن بأي لسان أعجمي، بالفرنسي أو بالإنجليزي مثلا. فسله: هل نهيتم أن تؤذنوا بالفرنسي؟ هل نهيتم أن تغيروا حروف الأذان إلى ما يشبهها من المعاني؟ يعني أنا لم أنهى أن أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن أحمد رسول الله وأن الماحي ما هي من أسمائه،
وأن العاقب رسول الله. هذا الآن صار هذا أذان لا يعرفه المسلمون، ولكن سأقول لم أنهى عن استعمال اسم من أسماء النبي. الآن سيعلمون أن ما فعلوا باطل بهذا، وأن الأصل التأسي والاتباع. الثانية ما يحدث الآن في بلاد المسلمين، وأن ما يسمى بين قوسين الأحزاب والفرق الإسلامية هي التي تتصدر. يعني أنا حقيقة لست مطمئنا لهذه الصدارة، وأصلا أنا لست مطمئنا لأعمال الأحزاب والفرق بين قوسين الإسلامية، وليسوا أهلا حقيقة، لأنهم لم يحسنوا في الأولى ليحسنوا في الآخرة. أنا أخشى أن الغرب والشياطين من الإنس والجن يريدون أن يستظهروا الفرق والأحزاب الإسلامية ليكون لهم معهم شأن بالكيد والحيلة. هذه واحدة. الثانية أو الأخيرة الرابعة، أنت سألت عن الزكاة. كيف كان السؤال؟ أعيد، كيف كان سؤالك في الزكاة؟ السلام عليكم شيخ. سؤالي في الزكاة، هل تخرج الزكاة نقدا من المال 2.5% من المال الذي يجب علينا إخراجها، وهل نستطيع على سبيل المثال أن نشتري بذلك المال شيئا ما ونعطيه للفقير، ونحن نعلم أن هذا الشيء هذا الفقير يحتاجه؟ وبارك الله فيك. قبل أن أشرع في الجواب على الزكاة، أجبتك عن الأسئلة السابقة؟ تفضل. يا شيخ، الأسئلة السابقة أنت أجبت عليهم، فبقى إلا هذا السؤال يعني. بارك الله فيك. السلام عليكم. إذا سمعت لي بما يعني أقيم ديني وإلى ما أدعو، رسالتي أنا ونصيحتي للمسلمين جميعا أن يكونوا في هذا الدين أميين. فإذا سألتني على زكاة المال فأقول لك لا أعلم عن الله ورسوله زكاة في غير الذهب والفضة والأنعام والحبوب والثمار الأربعة. الحبوب والثمار التي هي الشعير والبر اللي هو الطحين أو الدقيق والتمر والزبيب. ما سوى هذا من الحبوب والثمار لا زكاة فيه، لا زيتون ولا ذرة ولا القطان ولا غيرها. والأنعام لا زكاة في الدجاج ولا زكاة في الظباء، ولا زكاة فيما أعلم عن الله ورسوله في شيء سوى الذهب والفضة. فمن قال في غير هذا، أنا عن نفسي أعترف بأنني لا أعلم عن الله ورسوله شيئا في زكاة التراب ولا زكاة الورق. أعرف زكاة الورق اللي هي الفضة. زكاة الورق هذه سمعتها أنا من 30-40 سنة فقط، أن صار بين أيدي الناس ورق فزكوه. أما أنا أعترف بجهلي عن هذه الزكاة. ماذا قلت أخي كريم؟ هو كريم اللي كان الأخ اللي كان يسأل هذا أمين ولا أمين؟ ماذا قلت في الزكاة وصلتك؟ يا شيخ في الحقيقة هذا مشكل كبير. فإن الشيوخ يقولون لنا أخرجوا قيمة الزكاة عندما يصل قيمة مالكم قيمة النصاب، يعني 80 جرام من الذهب. عندما يصل المال الذي عندنا هذه القيمة فيجب علينا إخراجها. والآن أنت تقول لنا يا شيخ لا نخرجها. من فضلك يا شيخ وضح قليلا، فأنا لم أفهم شيئا، لم أفهم كثيرا. أنا ما قلت لك لا تخرجها، أنا قلت لك أعترف أنني لا أعرف إلا زكاة الذهب والفضة. أما من أراد أن يزكي الورق فسله بما يزكي، أنا لا أعلم. أنا بقول أنني أجهل زكاة غير الذهب والفضة.
أنا ما قلت لك لا تزكي. لو سألتني في الذهب والفضة أشهد أن الله أمر بزكاتها. لو سألتني بالورق والتراب والزيتون قلت لك لا أعلم هذا عن الله ورسوله. فإذا كان العلماء يعلمون عن الله ورسوله وأتوا ببرهان فأنا وإياك وراءهم، وبين 1000 قوس أعلم أن لا برهان لهم بهذا. إنما أقول لك لما قال لك إذا بلغ نصابه فسله ما نصاب الذهب. نصاب الذهب أخي في كل 20 مثقالا من الذهب أي 20 دينارا زكاتها ربع العشر، وفي كل 5 أواق من الفضة، وهذه تبلغ من ذاتها قريب 600 جرام من الفضة. فلاحظ أن الذهب زكاته أو نصابه 85 جرام، الفضة نصابه 600 جرام تقريبا 595، فالفرق كبير. فالفضة لا تقاس على الذهب بالنصاب، والذهب لا يقاس على الفضة بالنصاب. فإذا قاسوا الورقة على الذهب أو الفضة كيف قاسوا؟ والذهب لا يقاس على الفضة، والفضة لا تقاس على الذهب، فكيف قاسوا الورقة على الذهب أو على الفضة؟ البقر في الزكاة لا يقاس على الإبل، والإبل لا يقاس على الغنم. واضح أخي؟ فكيف قاسوا هذا على هذا؟ أنا أعترف أنني عبد أمي لا أدين إلا بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا أحببت فأقول لك أنفق منها ما تشاء. أما إذا سألتني أنا أخشى الله أن أقول زكي ما ليس لي فيه برهان. أنا أقول إذا عندك ذهب أعلم وأدين الله أن النبي وأصحابه زكوا الذهب. عندك فضة أعلم أن النبي وأصحابه زكوا الفضة. عندك شيء من الأنعام أعلم. عندك شيء من الحبوب والثمار الأربع التي ذكرت لك أعلم. عندك شيء غير هذا لا أعلم. فمن جاءك وهو يعلم وأتى ببينة عن الله ورسوله فأعلمني بها أعمل بها. السلام عليك. الآن أخي ياسين التارزي، تفضل. أخي ياسين تكلم. السلام عليكم شيخ صلاح الدين، زادك الله وإيانا علما. بالنسبة لصلاة تحية المسجد بين العصر والمغرب وتحية المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة، ما هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ السلام عليكم. أما عن صلاة الجمعة فالثابت عن نبي الله عليه الصلاة والسلام إذا دخل الرجل المسجد حتى ولو كان الخطيب على المنبر يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا ثابت، فهذا معلوم. أما عن صلاة الركعتان إذا دخل الرجل المسجد بعد العصر إلى المغرب فلا بأس بهما، على اعتبار أن النهي كان عن صلاة النوافل. أما النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يجلس الرجل إذا دخل المسجد حتى يصلي ركعتين. فإذا دخلت وقد حضرت الصلاة فلا شيء عليك. أما دخلت ولم تغب الشمس وأردت أن تجلس فليس لك أن تجلس حتى تصلي ركعتين. فهذا الأمر والله أعلم غالب على حديث النهي، والله أعلم. أخي نايسمون تكلم. أخي نايسمون تكلم. السلام عليكم، يعطيك العافية يا شيخ. يا سيدي العزيز بارك الله فيكم، نشكرك على مجهوداتك حسناتك. سؤالي كالتالي يا شيخ بارك الله فيك. أقسمت يمين مغلظ على موضوع، وبعد فترة اتدخلوا الناس وكذا وأصلحوا ما بيني وبين اللي كنت متزاعل معه، فلما حبيت أكفر عن يميني قالوا لي اطعام 10 مساكين او طلع 100 شيكل، هذا احنا في غزة. والله ما ارتحت للفتوى هاي، هل اطلع 100 شيكل ولا اطعم الطعام كما جاء في قول الله عز وجل؟ وبارك الله فيك الشيخ وتفصيل ان تكرم. شكرا. اهلا وسهلا، حياك الله اخي. اولا بيعتمد ال100 شيكل من الانفاق ولا من وين بتجيبهم هذول؟ اثنين. انا يعني خليني بداعبك يا أخونا، لأنه الغزاوية إلهم عنا نصيب على كل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
هو اللي اطمأن إليه قلبك هو الصواب، أن تطعم 10 مساكين. أما إحالة الطعام إلى مال هذا لا نعلمه، لأن الله فرض في الطعام حكمة يعلمها، وأينما تجد في القرآن إطعام فلا تبدله إلى غيره، فاجعله طعاما، وكن كما قال الكتاب، كما أمر الكتاب، كما فعل النبي. لو أراد الله لقال أنفقوا، إنما قال أطعموا، فأطعم 10 مساكين. أن تأتي للمسكين بالطعام أبرك وأزكى عند الله من أن تعطيه ورقة. حتى لو قال الفقهاء كما يقولون والشيوخ قال لك ما هي حاجته، إذا أردت أن تعطيه حاجته من الورق والمال أعطيه، إنما إذا أردت أن ترضي الله وتكفر عن يمينك فليكن كما اشترط الله، لا كما يريد الفقير أو يريد الفقيه أبدا. فالأصل أن الله أمر إطعام 10 مساكين، أطعم 10 مساكين، هذا هو. يعني اجعل من نفسك أميا لا يبدل في هذا الدين. بقول لك ما هي هذه مصلحة الفقير، قلهم أنتم أعلم بمصلحة الفقير أم الله؟ فإذا أراد الله طعاما فليبقى طعاما، إذا أردتم أن تعطوا الفقير أعطوه من غير الطعام، أطعمه وأعطه مالا. أما إذا أردت أن تكفر حتى يرضى الله فبما أمر الله. حييت أخي. أخي أسلم لك المايك، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. شيخنا الفاضل، أعتذر عن التأخير، أنا زوجتي وضعت ولد وكنت في الطبيب وجيت من 10 دقائق. سؤالي هو بعيد بعض الشيء عن الفقه والأحاديث. أنا شفت أن الأستاذ عمران حسين أنه يستند في جميع دروسه وجميع مقالاته على القرآن والسنة، وأنتم كذلك. يعني بشهادة الجميع أنا أعترف أنكم أنتم والشيخ عمران حسين هما اللذان يستندان للقرآن والسنة وفقط، ولا يزيدان عنه حرفا واحدا. وسررت بسماع محاضراتكم تقريبا كلها ودروسكم قرأتها. أنا أطلب منكم يا شيخنا، هل قمتم في يوما ما بمشاهدة محاضرة أو محاضراته حول المسيح الدجال وحول ما قد سيأتي، حول تحليله السياسي عن الوضع في الثورات العربية الأخيرة، وحول ما يأتي في الأيام أو السنين القادمة؟ وهو يستند كما قلت لكم، يستند على القرآن بالضبط، وخاصة على مدينة القدس. هو كتب كتاب اسمه مدينة القدس في القرآن، ومنه يستنبط أن القدس هي محور العالم، محور ما سيحدث في العالم عند خروج المسيح الدجال وعند هبوط سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. أنا سؤالي هو هل يعني بعدما تشاهدون محاضرة من محاضراته أو كتابه القدس في القرآن، هل تنصحوننا بأن نتبع ما يقوله ونستند إليه أو نتركه، أو ماذا ترون يا شيخنا؟ شكرا السلام عليكم أخي. وقدر الله، ولكن أحد الإخوة سأل، ولعلك كنت مشغولا، سأل في عمران وأجبت بشيء من التفصيل، ولكن مباركة لما وهبت ورزقت نجهد لك إن شاء الله، ونبارك لك هذا المولود، ونسأل الله يكون ذرية صالحة. أما في عمران حسين، أنا كما قلت أنني بعض الإخوة أرسل لي بتسجيلات ودروس له، ويعني هو يشكر على جهده وعلى تدبره وعلى منهجه، ولكن عنده شيء من الأخطاء. ظني والله أعلم أنه بنى كل مدار رسالاته على ما يسميه هو علم آخر الزمان. وعندما نتكلم بعلم آخر الزمان هذا يعني أننا نتكلم بالغيب. وأخي يعني كما ترى الناس اليوم يعني بالشهادة يضلون،
فإذا جاء يستقرئ الغيب سيصيب بعضا ويخطئ أبعاضا، والله أعلم. أنا أنصحه أن يعني ليس مضطرا، ولكن لا بأس، يعني هذا الجهد بالآخر هو مشكور، ولكن لا تجعلوا كل بضاعتكم في رحاله. الغيب والغد شيء بهيم لا تعلم يا أخي، لا تستطيع أن تعرف ما فيه. يعني في يأجوج ومأجوج أشرت للإخوة أنه أخطأ وظنه أنها أوروبا وكذا، بينت يعني بطرف من بينة أعيدها عليك سريعا، أنه يرى أن يأجوج ومأجوج كما علمت أوروبا ويعني والروس وهذا الحديث، هذا الكلام يخالفه الحديث الصحيح أن الله يوحي إلى عيسى بعدما يقتل عيسى الدجال: إني أخرجت عبادا لي. فظاهر الكلام أخرجت، هذا يعني أنهم لما خرج عيسى أو نزل عيسى ما كانوا في الناس. هذه واحدة. الثانية قال الله في يأجوج ومأجوج: لا يدان لأحد بهم، حتى عيسى والمسلمون ما بيقدروا لهم، لا يدان لأحد بهم، وهذه لأحد مطلقة. أما أوروبا فهم قتلوا بعضهم وقتلنا منهم وغلبناهم في أحيان، والروس كذلك هزموا. فبالتالي ما في حدا من البشر الآن يعني يصلح أن يكون في هذه النعود، فيظهر أولا في كلام الناس، والثانية لا يدان لأحد، في يعني عليهم يد. حتى الولايات المتحدة اليوم بقوتها جوج الظاهر أنهم أمة أبقاها الله لأمر، يعني أصاب بعضا وأخطأ بعضا. في جملة ما هو عليه من الدخلة المفصلة قبل، أنا يمكن قبل 10 سنين دخلت شيء من التفصيل، ولا أحب أن أرجع في مثل هذا الاستقراء. يعني لو استقرأت أستقرئ بهدوء وأستقرئ بقلة، أما التفصيل يعني مظنة الخطأ، والله أعلم في هذا. يعني لو أن الإنسان التفت إلى ما هو فيه وما حوله وأدرك شهادته قبل غيبه لكان خيرا له. يعني مثلا الفتن وما يسمى بالثورات نعرف خطأها ليس من علم آخر الزمان. الفتن هذه خطأ لأن النبي نهانا أن يقتل بعضنا بعضا أو أن ننازع ولاتنا. كان دجال، كان يجوج والمأجوج، كانت هذا، يعني لعلنا حقيقة نقول أنه هذه من رغائب الدجال صحيح، ولكن يعني أن يتمدد بنا الاستقراء حتى نذهب إلى ما ذهب به أخونا عمران، هو بالآخر حر في نفسه. أسأل الله لي وله الهداية، ولكن يعني لا تبني كثيرا على ما ذهب إليه. أما أن بيت المقدس مدار الصراع تجد هذا في الأحاديث صريحة، أن عيسى سينزل فيها، وأن الدجال سيقتل فيها، وأن النبي أحالنا وجعلها مدارا للأمر كله. فهذا شيء أصلا معلوم. كما قلت لك، إذا بقي لك سؤال أعطيك أسمع منك الآن. نعم يا شيخنا الفاضل. والسؤال الثاني هو عن السامري. يعني لماذا كان رسول الله موسى عليه الصلاة والسلام كان شديدا مع أخوه ومع قومه، وكانت يعني طلب من قومه بأن التوبة بأن يقتلوا أنفسهم حتى يتوبوا إلى الله، ولكنه عندما تكلم مع السامري خفض وقال له: ما خطبك يا سامري؟ يعني هل هو أن سامر هو الدجال؟ وماذا كانت هيئة العجل؟ يعني هل استطاع أن يخلق عجلا من اللحم أو كان من ذهب؟ يعني ماذا كانت يعني صعوبة هذه الفتنة عند بني إسرائيل، وما علاقتها ما علاقة عجل بني إسرائيل بعجلنا اليوم الذي هو الفتنة والمال وكل يعني كل مفتنات الدنيا؟ جزاكم الله خيرا يا شيخ. يعني أنت سمعت ما قلته أنا في العجل؟ نعم يا شيخنا، أنا قرأت درسك حول العجل، ولكن لم أجد فيه إشارة إلى السامري. أنا أريد علاقة بين السامري والعجل والعجل الذي يعني في هذا الزمن. أما لما
ترك موسى الدجال موسى السامري. أولا أنا أرى حقيقة أن السامري هو الدجال، وعندي يعني أدلتي ولكن ليس الآن معرضها. الثانية أن موسى تركه واضح، والله أعلم أنه لأمر من الله ووحي منه، لما قال اذهب كما قال النبي لصافي بن صائد حينما هم عمر أن يقتله، قال لست بصاحبه. ويظهر أن موسى يعلم أنه ليس بصاحبه، وإنما صاحبه عيسى بن مريم، وهذا يعني لنقل من الشواهد. أما العجل فكان كما قال الله وليس أبين من كلام الله، قال أخرج لهم عجلا جسدا من حليهم، وكانت من الزينة. الكلام واضح أنه كان من الزينة والحلي. أما أنه يعني خلق عجلا لا أبدا، هذه ترهات ما في الكتب أنه جاء ونفخ فيه وأخذ ما بقي من أثر جبريل، هذا كله ترهات لا سند لها يصح عن نبي الله عليه الصلاة والسلام. فالعجل كان الزينة، وهي يعني لما أين تسمع الزينة والحلية هي الحياة الدنيا. الدنيا هي الزينة، زين للناس، هذه الدنيا هي الزينة. فجاء وهي العاجلة يسميها الله العاجلة، فالزينة والعاجلة هي الدنيا، فجاءهم بالعاجلة عجلا من الزينة فلن يطيقوا أن يدعوها بنو إسرائيل ولا نحن. قال عليه الصلاة والسلام فتنة أمتي في المال. فوالله أعلم أن العجل الذي افتتح القرآن في المؤاخذة عليه، والقرآن كله أخي يريد من المسلمين ومن الناس أن يؤمنوا أن لا إله إلا الله، وأن يرغبوا بالدار الآخرة، وأن يدعوا عجلهم وزينتهم وحليهم. الشيطان زين الشجرة لأبينا وأمنا، والشجرة لعلك سمعت دروس البقرة، الشجرة أصلا التي نهي عنها كانت الحياة الدنيا. فأرى يعني ما قد سمعت. بارك الله فيك. أخي غانم لك المايك، تفضل. أخي غانم تفضل، لك المايك. السلام عليكم، بارك الله فيك شيخ. سؤالي خارج موضوع، بس بدي أسأل عن رسم أجزاء من الحيوان أو الإنسان أو ما فيه روح. شكرا. السلام عليكم أخي غانم. أولا هذه الأشياء لا نسميها حيوان، هذه من أخطاء الناس أن يسموها حيوانات. إذا رجعت إلى القرآن وإلى السنة الصحيحة في أحاديث فيها ذكر الحيوان، ولكن أسانيدها ضعيفة. إنما الجملة أن الله لم يستعمل كلمة الحيوان في القرآن إلا مرة واحدة في معرض المدح، قال وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. هذه الآية في سورة العنكبوت في آخرها. فليس في هذه الدنيا حيوان، لا من الدواب ولا من البهائم ولا من الإنسان. الحيوان في الآخرة، وهذا يعني الحياة بحق. الحيوان لسانا الحياة الكاملة، وهذه ليست في هذه الدنيا لا في الدواب ولا في غيره. فهذه تسمى كما سماها الله الدواب والأنعام والبهائم، وليست حيوانات. الثانية أما الرسم، فإذا يعني أردت أن تتورع على اعتبار ما نهى النبي عليه الصلاة والسلام من التصوير ومن غيرها فتورع. إذا كانت لحاجة واضطرار ما لأمر ما فلا بأس بهذا، إنما أن يكون ديدنا وموهبة كما يقال ولذة وترفا فلا حاجة لك بها، دعك منها. ورك فيك أخي كمال الدين تفضل. السلام عليكم. عندي سؤال، هل يجوز أن نقاتل هؤلاء الخوارج أم لا؟ شكرا. إذا كان السلطان هو الآمر بقتالهم وقد تبين بغيهم وتبين عدوانهم فأمر السلطان بقتالهم فلا بأس، يجوز. وفي حال ما إذا يعني غلب طغيانهم وآذوا المسلمين فيعني الوجوب أولى من الجواز. أخي رفيق تكلم، تفضل. السلام عليكم يا شيخ، لعلك علمت من كثرة سؤالاتي
جهلي بجل مواضيع ديننا العظيم. عندي سؤالات. يعني هناك مشكلة في تونس هذه الأيام حول النقاب، وحقيقة معناها بحكم أنه لا يوجد من أسأله في هذه البلاد، أردت أن أسألك ما هو حكم النقاب للنساء. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، يعني في 14 يناير لما كتب الله أن يذهب سلطاننا بن علي طاغي، لاحظت أنه في المساجد كثر يعني الأئمة يأتون من السعودية. يعني لما تدخل المسجد بيعطيك واحد فلاير مكتوب عليه أسامي الكتب لهذا المشايخ، يعني وبحكم جفاف البلاد التونسية من الدين والعلماء، يعني فهؤلاء الأئمة يجدون كيف أقول ذلك لمن يبيع كتبهم ومن يستمع إليهم ومن يظنهم هم العلماء. يعني لا أعرف معناه شو لازم الواحد يعني يتبعهم، يسمعهم ما يسمعهمش. أنا أحسست اللي تياراتهم مايلة للوهابية ولا أعرف ماذا أحكم على هذا التيار. سؤال ثالث، أنه في بلاد مثل تونس قول كلمة الحق صعب جدا ولو في مواضيع تافهة. يعني هل من الأجدر الصمت أو قولها مرة، وعندما أنا أحس أنه المغلب الناس لا يريدون سماعها أصمت؟ يعني كيف أتصرف عندما يجب كلمة الحق؟ والسؤال الأخير، هناك ناس تتكلم أنه يمكن أن تكون هناك فتنة بين الشيعة والسنة. يعني كيف نعتبر الشيعة؟ هل هم بمسلمين؟ إذا كان هم مسلمين يعني لا يجب قتلهم، لكن إذا كانوا نعتبرهم مسلمين بقولهم لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأنهم ضالون بعبادتهم القبور يعني كيف نتصرف مع إذا كان لو صارت مثلا غدا حرب مع إيران أو لا أعرف مع الشيعة، ماذا نفعل؟ جزاك الله خيرا، أرجو أن تكون فهمتني. السلام عليكم. طيب أخي، ابتداء النقاب يعني تريد به ما تستر المرأة به وجهها أم ما يسمونه الحجاب؟ النقاب أي ما يستر المرأة كله، وجهها وعينيها كاملا، يعني لا يظهر على الأقل أقل شيء يظهر هو العينين فقط. لا، النقاب ليس فيه ثابت من كتاب الله ورسوله، ما في ثابت. اللي صار أن سلفية الحجاز ومن قبلها ومن معها تشددوا على هذا، وليس لهم حجة ولا برهان. كل اللي أتوا به استقراءات واستدلالات واستنتاجات، وليس الدين بهذه الطريقة، على اعتبار أن الحشمة المفروضة لا تقرأ بهذا حتى يعني تقول هذا فرض، الأصل لا يرتاب به أحد. فجملة الأمر أن النقاب ليس مما فرض الله على المرأة. هذا واحد. الثانية، الكتب اللي توزع في المساجد الآن بعد خلع بن علي، إذا كانت يعني كتب السلفيين يعني ولو أنها أحسن من غيرها ولكن فيها دخن، يعني أنا أرى أن كتب السلفيين أحسن من غيرها ولكن فيها دخن، ففي الحالتين لا أحيلك عليها ولا أدعوك لها. يعني أنا لا لشيء، يعني لا أقول لك يعني لا أحصرك على نفسي، ولكن مضطر أن أنصح لك. يعني لا تأخذها. إذا وجدت في نفسك العلم والقدرة فانظر فيها، فإن رابك شيء فاستفسر منا نجبك إن شاء الله. الثالثة، قول الحق واجب ما استطعت، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب باستطاعتك وعلى قدر استطاعتك، لا تقعد عنه إلا أن تغلب عليه. أما السنة والشيعة فالأصل أن الشيعة مسلمون حتى يظهر العكس، فإذا رأيت من شيعي شركا بواحا فتعلمه، فإن أصر عليه فهو به مشرك، وإن قال لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولكن لا يقاتله آحاد الناس ولا عامة المسلمين،
يعني لا يقاتل الشيعة إلا سلطان من المسلمين. فلو أن أحد أمراء المسلمين أراد أن يقاتل الشيعة على باطلهم قاتلنا معه على بينة. أما أن تقاتل عامتنا عامتهم هذا لا يصح، والأصل التريث حتى يكون الأمر بينا. ثم إذا وقعت الحرب بيننا وبين إيران لا تسأل عن شيء حتى يقع. إذا وقعت أخي أو هتجيبك تخشى أن تنقطع بنا السبل ولا نتصل. إذا وقعت الحرب بيننا وبين إيران ندافع عن أنفسنا، فإذا يعني هم بدأونا دفعنا عن أنفسنا. وإذا كان لنا وال صالح أراد أن يقاتلهم على ما بدلوا من الدين وأفسدوا في السنن قاتلنا معه. أما إذا أراد أن يقاتلهم لشهوته وغايته نكصنا وتأخرنا حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. إخوتي بإذن الله إحنا بقي 10 دقائق، إحنا نلتزم الميعاد من 7 إلى 9. نعطي الآن أن يتحدث أخونا كريم. تفضل أخي كريم. أخي عبد الرحمن تفضل. السلام عليكم، يعطيك العافية يا شيخ، وعلى عجالة لضيق الوقت. الانتخابات على الأبواب في مناطقنا، في مناطق فلسطين، اللي بروح بدل بصوته يا شيخ، وانت بتعرف قوانين التشريع كلها كما لها علاقة بدين محمد عليه الصلاة والسلام. مجرد المشاركة انك تكتب ورقة وتختار اسماء حتى وان كانوا صالحين، هل المشاركة بحد ذاتها يجوز ام لا تجوز؟ اثنين، شو رأيك باللي كنا نحسبهم يعني والله حسيبهم اخوان لنا في مصر ودخلوا المجلس بتاع مصر ورشحوا انفسهم وإشي فازوا وإشي رسب. الشق الثاني سؤال على السؤال الاول، الله يبارك فيك، انا اقسمت 4 مرات على نفس الموضوع باوقات مختلفة في غزة، قالوا لي على كل قاعدة 100 شيكل، فهل يعتبر يمين واحد ولا 4 ايمان؟ وبارك الله فيك. كيف كان يمينك؟ قاعد عن اليمين كيف؟ حلفت ايمان مغلظة والله يا شيخ، قلت اقسم بالله وايم الله والله ما باخذ البيت ولا يعني حاجة زي هيك، هذا ايمان مغلظة، كنت صادق في يميني. والغريم تاعي ابوي، يعني مهما كان علشان هيك انا جيت على نفسي واصلحت ورجعت، بس كيف اكفر عن يمناني؟ وشكرا. يعني 4 ايمان على شيء واحد؟ لا يا شيخ، 4 ايمان في اوقات مختلفة طريقة وبنفس التغليظ كمان. ما سألت عن الأوقات، عن شيء واحد، يعني عن الخلاف نفسه مع أبيك على نفس الموضوع. اللهم إني عدت اليمين 4 مرات، أما على نفس الموضوع هنا قالوا لي لا، كل جلسة 100 شيكل. لا أخي، ليس عليك إلا كفارة واحدة، وعليك فوق هذا أن تستغفر، لأنه لا ينبغي أن يكون خصمك أباك، لأنه يعني أنت من مال أبيك، فالأصل ألا يعني يكون مثل هذا، فكفر مرة واحدة وأحسن إلى أبيك. الثانية بالنسبة للانتخابات، يعني أنا بقول دعهم فيما هم فيه، لأنه يعني إذا أنت ترى أن فلان صالح انتخبه إذا كان كما يقولون مستقلا. أما إذا تحزب فدعك من الفريقين. إذا كان الرجل مستقل ويعني كفؤ ولا يعني نعلم عنه إلا خيرا فانتخبه. أما إذا كان مؤطرا كما يقولون فلا تنصر هذا على هذا. حياك الله أخي. أما عن مصر، سألت عن مصر الذين دخلوا، يعني الآن الفتن هذا شأنها أنها تدع الناس في أمر مريج. الآن يعني أنا أنصح أن يعني يشتغل المسلم بنفسه ويدع عنه أمر العوام، وأن يعني يجهد على إصلاح نفسه. الآن وقعت الفتن والله أعلم، ونسأل الله العافية لنا والمسلمين جميعا. أخي كريم تفضل. أخي كريم تفضل.
أخي ليبرنس، تفضل تكلم. أخي أشرف تكلم، تفضل. السلام عليكم. في البداية أدعو الله أن يثبتنا ويثبتك على دينه الذي يرضاه، وأن يعينك على نصرة الله ورسوله. في ظل هذه الفتن والثورات يا شيخ، ما تنصحنا يعني كمسلمين أنعم الله علينا بنعمة البصيرة لما يحدث من هذه الفتن، كي نحتسبه أمام الله، وأيضا باتجاه الفرق المنتشرة الآن، وبارك فيك. الآن يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما كلمنا في الفتن قال: فالزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال الصاحب: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرق كلها. وفي أحاديث أخر قال: عليك بخاصة نفسك، ودع عنك أمر العوام وأمر العامة، فاجهد على إصلاح نفسك وعلى إلزامها حق الله وطاعة أمره، وزكها بالتزكيات التي أنزل الله بالكتاب وجاء به النبي عليه الصلاة والسلام. حياك الله أخي أشرف. السلام عليكم. الآن نودعكم جميعا بإذن الله، على اعتبار لعلنا إن شاء الله نلقاكم في وقت آخر يعلمكم به الإخوة، فنستودعكم الله بإذن الله الذي لا تضيع ودائعه، وأوصيكم بطاعة الله وتقواه والاستغفار بعد كل ذنب. الإخوة اللي سألوا عن عمران حسين أجبنا، ولكن يظهر أنهم أتوا في آخر اللقاء بإذن الله. وادعوا الله لنا ولكم بالإحسان والطاعة. نستودعكم الله. السلام عليكم أخوان.